السلام عليكم خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير ويلاقيكم لا فيديو تاعي وانتم كامل بصحتكم وعافيتكم. صليوا على النبي عليه الصلاه والسلام ودعيوا دعوه خير، ان شاء الله تكون ساعه استجابه وان شاء الله اللي طلت عليا في هذا لا فيديو ان شاء الله يلاقيها بالخير وتكون بصحتها وعافيتها هي وجملتها. فوالا البنات، اليوم جبت لكم بوصفه اقتصاديه، معجنات كسره افطيره، سميوها كيما تحبوا، ليسونسيال بنينه واقتصاديه وسريعه التحضير. اهم شيء كامل ما نحبوش هذاك الوقف بزاف في الكوزينه. هذه مش حتاخذ معكم بزاف الوقت وما فيهاش بزاف يعني المقادير، وبلا حم وبلا دجاج، جست بالخضره، وانتيا درتي عشاء ولا فطور لوليداتك بكل اقتصاد. نتمنى ان شاء الله تكملوا الفيديو حتى التالي وتشوفوا الوصفه وتجربوها وترسلوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام ولا تخليوا لي تعليقاتكم الطيبه. نجوزوا مع بعض نشوفوا كيفاش حضرنا هذه الوصفه. اول حاجه راكم محتاجين البصل. هنا كانت عندي البصل والباصول، نخلطهم مع بعض ودرت لهم الملح وراس الحانوت والكمون والزيت والفلفل، وخليت البصل يتقلى بيان البنات، يتقلى مليح باسكو هاد الوصفه كيما قلت لكم ما فيها لا دجاج لا حم. دونك البصل والتقليه تاعو كي يتقلى مليح ويذوب يولي هكذا كراميل، هذيك هي البنه تاع الحشوه، هذيك البصل هو اللي راح يمد لك هذيك البنه. وهنا كانت عندي ثاني طرشي، حبه طرشي برك كبيره، قطعتها كيما راكم تشوفوا شرائح كيما قطعت البصل، وقليتها كيف قليتها تخي بيان مع البصل حتى داب الخليط كيما راكم تشوفوا راهو ذايب هكذا كيما راح تاكلوه. فوالا يعني لازم تذوبي هذاك البصل باش يعطي لك البنه. هنا ثاني كنت ميكسيت 4 حبات هكذاك طوماطيش متوسطين الحجم، ميكسيتهم ومن بعد درتهم فوق الخليط كي داب مليح كيما قلت لكم، وزدت له غير شويه ما هذيك يعني الطوماطيش اللي بقات لي في الطاس تاع الميكسور، زدت لها شويه ما ورميتها من الفوق، وزدت غرفه ونص طماطم مصبره. يعني هنا درت كل شيء في خطره وخليته يطيب ويتجمر على مهله، ما بيد نروح نوجد العجين تاعي. هنا لي زيتاب كيما كنت تشوفوا فيهم درت الحشو، من بعد رحت للعجين هكا باش يعني نكونوا واضحين. فوالا هنا خليت الحشو تاعي يطيب في غرضو وما بيد نكمل العجين. هنا العجين بزاف سهل وخفيف واي وحده تقدر ديرو. هنا انا كيلت بالطبسي تاع الفارينه، كيلت به خرجت لي قيس 7 ولا 8 حبات. وهنا الفارينه على حساب نتيا واش تجيبي هنا تاع سيم ولا اي يعني فارينه، نوع فارينه المهم تكون يعني مليحه. هنا درت مغرفه سكر ونص مغرفه تاع خميره كيميائيه. هنا الخميره الكيميائيه راهي مهمه باش تخلي هذيك الفطيره كيما شفتوها في اول فيديو طريه وخفيفه معاكم. هنا ثاني جبت نص كاس زيت، زدت له مغرفه تاع زيت زيتون هكا باش يطلق البنه في هذاك العجين. اللي ما تحبش زيت زيتون ما تزيدش، يعني نص كاس زيت وهي فرات. انا زدت هذيك مغرفه تاع زيت زيتون باش يطلق البنه. خلط يعني المكونات مع بعض ومن بعد بديت نلم فيها بالمدافي. هنا لازم المدافي هكا باش يتلموا لي زانغريديون مليح وتخرج لكم العجينه شابه. فوالا راني نلم فيها. وهنا انا جو بريفير يعني القصعات تاع الطين، هاد القصعات ما راهمش كامل عمليين، مالغري تزيدوا يعني من تحتهم حاشاكم شيفونه ولا يبقاو يزغدوا معاكم. باغ كونطخ القصعه تاع الطين يعني كيما تحطيها كيما تقعد وتخدمي فيها الاز. انا قلت لماما غير كمون دينا القصعه تاع الطين خير وخير. هادو يعني تاع تبريزونتي بهم شخشوخه ولا طعام كي ديري هكا في قصعه ولا تبريزونتي بهم، ماشي تاع عجين باش نكونوا صريحين. فوالا وجدت العجينه تاعي وقطعتها قرصتها هكا كويرات، ما بيد طاب لي هذاك الحشو وبرد لي، بديت نخدم فيهم مباشره. كيما راكم تشوفوا حليتها فوق بابي كويسون باش هكا يعاونني كي نجي نرفدها ما تتقطع ما تتجعد معايا وتفسد لا فورم تاعها. زدت الحشو ما يعني ما تعمروها ما تنقصوها كيما راكم تشوفوا خفيف. زدت الفرماج. هنا هذه اختياريه، اللي ما عندوش ما يكلفش روحه باسكو بلا الفرماج حتجي ثاني بنينه. ومن بعد ضفرت هذوك الحاشيه يعني تاع الكسره ولا تاع الفطيره ولا كيما قلت لكم سميوها كيما تحبوا. ضفرتها من بعد هنا كنت سخنت تخي بيان الطاجين، سخنوه مليح البنات ودهنوه بالزيت، وزيدوا دهنوا الوجه اللي راكم رايحين تقيسوا عليه الكسره، زيدوا دهنوه بالزيت كيما راكم تشوفوا. من بعد حطيتها في الطاجين وخليتها طيب معايا.
هنا كيما قلت لكم بابي كويسون حيعاونكم بالبزاف باش ترفدوا هذيك العجينه بلا ما تتقطع وبلا ما تتجعد معاكم. هذه هي هنا باش نكونوا واضحين، يعني اذا شفتوا العجينه تاعكم تبدا تنتفخ وتولي خفيفه من الداخل تطلع هكا تنتفخ، عارفوا بلي راكم ناجحين 100% وطبقتوا كامل واش قلت لكم. ولا لكن اذا شفتوها بقات يابسه وما طلعت وما تنفخت راح تجيكم هذيك الكسره يابسه ما تجيكمش طريه كيما شفتوها معايا. فوالا هنا راهي تطلع راني نهبط فيها باش ما نخليهاش يعني تطلع، هي تطلع وانا نهبط فيها حتى كامل الطيب من الحواشي ومن الوسط من كامل الجهات. ومن بعد راني وريتها لكم في صحن التقديم كيما كنتم تشوفوا طريه وخفيفه وبنينه بنينه بنينه. ما نحكي لكم شو هذيك المغرفه تاع الزيت زيتون زادت العجين بنه على بنه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم وديروها وتشاركوني تطبيقاتكم وترسلوا لي صوركم سوغ انستغرام، وان شاء الله رايحه تعجبكم، متاكده بلا تعجبكم. زيدوا لها كاس غازو سيليكتو وما نحكي لكمش بصحتكم وعافيتكم، واللي شاهدها ان شاء الله نكون شاهدها في الجنه. وهذه هي البنات، نتلاقاو في فيديو اخر في وصفه اخرى في روتين اخر ولا مشروع اخر، وان شاء الله يعجبكم محتوى القناه كيما ديما. كيما ديما نقول لكم تهلاو في روحتكم، تهلاو في والديكم، ثقوا بالله تعالى، وان شاء الله اللي جاي خير. سلام.